وايه اللي يحصل لو ركبت اوبر؟ ماشي، بس تعالى اقول لك ليه الاوبر مش دايما هو الحل المناسب. اولا السعر، لو هروح مثلا من السلام لحد سيتي ستارز على اوبر مش هتبقى اقل من 150 جنيه، بينما بالميكروباص ب 13 14 جنيه تكون في اول مكرم تنزل تتمشى 5 دقائق. ممكن يا سيدي تستنى 5 دقائق ولا 10 دقائق والعربيه بتحمل، بدل ما ادفع 10 اضعاف هستنى 10 دقائق زياده. يا عم نستنى ال 10 دقائق وهتبقى عليك اوفر برضه لو كنتوا حتى 4 افراد. يعني ايه 50 جنيه قدام 150 او 180؟ اتنين الاوبر او التاكسي يعني ما بيحللكش مشكله الزحمه. ساعات الزحمه حلها الوحيد انك هتركب مترو ب 15 جنيه تذكره تنزل في المكان اللي انت عايزه شكرا، بينما انت هتقول هاخد اوبر علشان ارتاح، بس الزحمه ما بتريحش. تدفع 150 و200 جنيه وانت في نص الزحمه، وانا ادفع 15 جنيه ومرتاح جدا كمان. ممكن ما يكونش فيه مترو بس فيه ميكروباص وفي نفس الزحمه، فتاخد ميكروباص وتوفر على نفسك لان انت كده كده هتوقع في الزحمه. مكان زي كوبري اكتوبر مثلا او جسر السويس، هي الزحمه هي بميكروباص ولا باوبر، فانا كده بوفر على نفسي. 3 لو اتعودت على اوبر مش هتعرف تبطله، عامله زي الادمان. ايوه، لانك اتعودت على مستوى راحه معين مش هتعرف انك تطلع منه. لكن لو اتعلمت مواصلات عامه هتبقى عارف تتصرف وقت الزنقه، وقت التوهه، ولو سقطت منك الشبكه او تليفونك فصل هيبقى في دماغك شويه معلومات تعرف ان هي تخدمك وتسعفك وتعرف انك تتصرف. لكن لو دماغك بس اوبر فانت ما تعرفش الا الاوبر ببساطه يعني. طيب هل ده كل شيء؟ لا طبعا. الفيديو اللي جاي هقول لك امتى الحالات اللي تركب فيها اوبر ويبقى اوفر لك عشان ما نبقاش ظالمين للطرفين. فما تنساش بقى تعمل فولو وتستنى الفيديو اللي جاي وبس كده.